مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مهرجان إريتريا ل 2024 والذكرى الخامس والخمسين لمهرجان بولونيا الوطني سيفتح غدا. المجلس المركزي لجمعية معاقي الحرب يقيم أنشطته. نمو جيد للمزارع في مديرية عالدغية. بوركينا فاسو تقضي على قيادي وأكثر من 100 مقاتل في القاعدة. الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السبرانية. ومحمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلاديش. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مفوضية الثقافة والريادة السفير زمد التخلي بأن مهرجان إريتريا لعام 2024 والذكرى الخمسين لمهرجان بولونيا ستنطلق غدا 10 وحتى 18 من الشهر الجاري في ساحة الإكسبو بأسمرة. وذكر السفير زمد في لقائه مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن الخلفية التاريخية لمهرجان إريتريا التي ساهمت في ربط المواطنين الإريتريين في مرحلة الكفاح التحرري، وأن تزامن الذكرى الخمسين عام لبدء المهرجانات الوطنية ببولونيا هو ما يميز مهرجان هذا العام. وأوضح أن فعاليات المهرجان وذكرى الخمسين عام لمهرجان بولونيا ستحتوي على الرقصات الوطنية وعادات وتقاليد القوميات والفنون الثقافية ومعارض الأقاليم، وكذا معارض الجاليات الإريترية بأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى برامج ترفيهية للأطفال وعروض المسرحيات والكتب والمؤسسات بجانب عروض فنية متنوعة. وأوصى السفير زمد في الختام الجماهير بالحفاظ على الأخلاق الحميدة لإنجاح المهرجان والاستمتاع به لأن البرامج ملك للشعب. قيم المجلس المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بأنشطته نصف السنوية يوم التاسع من أغسطس. وأوضح مسؤول قسم التنظيم والإعلام في الجمعية السيد محمد النور إدريس في الاجتماع أن الجهود تبذل لحصول الأعضاء على الرعاية والعناية الجيدة. وقدم مسؤولو فروع الأقاليم تقارير عن البرامج المنفذة والتحديات التي تمت مواجهتها، بالإضافة إلى العمل المنجز في تعزيز القدرات الاقتصادية للمعاقين ودور الشركاء. وأوضح مسؤول قسم التأهيل وإعادة الإدماج السيد أبراهام كفلسين البرامج والتقدم المحرز لتمكين الأعضاء من الاعتماد على أنفسهم وتحسين سبل عيشهم، فضلا عن الحصول على رعاية صحية أفضل. وأضاف أنه كجزء من البرنامج تم توزيع قروض ب800 ألف نقف على 16 من المحاربين القدامى المعاقين في النصف الأول من هذا العام. وبحث المجلس المركزي للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب برامج النصف الثاني من السنة، واتفق على مواصلة الاتصالات مع الشركاء في الأقاليم وتعزيز تنظيم المعاقين والأعضاء المتعاونين والعمل على تطوير مشروع لتصنيع النظارات والطباشير. أوضح خبير التنمية الزراعية في مديرية عالدغية السيد أبراهام بيني أوضح أن محاصيل هذا العام توجد في وضع جيد، وأكد بأنه قد تم حرث 6362 هكتار في المديرية، 50% منها زرعت بالبقوليات المختلفة، و25% منها بالحبوب الغذائية، و25% زرعت بالبذور الزيتية. وقد وصلت المحاصيل إلى مستويات جيدة، وتوقع السيد أبراهام استمرار هطول الأمطار حتى شهر سبتمبر. وذكر مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد قرماي أبرهة أنه قد تم تشجير 230 ألف شتلة في 10 ضواحي تابعة لمديرية عالدغية عبر البرامج التنموية الطلابية والمهتمين بالمجال، مضيفا أنه قد تمت 55% من الشتول التي شتلت في العام الماضي في 15 ضاحية تابعة لمديرية عالدغية. أوصى السكان بدورهم أن على الجميع متابعة وعناية بالأشجار المستوطنة. أعلن مكتب برنامج الادخار والقروض المصغرة مول في تسني في الاجتماع التقييمي نصف السنوي الذي عقده في 6 من أغسطس
بأنشطة مرضية في توزيع وتحصيل القروض. وأوضح مسؤول المكتب السيد تادسي مبرهة أن المكتب قام بتوزيع أكثر من 11.5 مليون نقفة على 952 مواطنا في النصف الأول من العام، مشيرا إلى أن البرنامج خلق فرصا متساوية في المناطق الريفية والحضرية للحيلولة دون حرمان المواطنين من الإنتاجية بسبب نقص الأموال. وقال إن المكتب لديه حاليا 12161 زبونا، وقد صرف أكثر من 47 مليون نقفة على شكل قروض، مضيفا أن 48.4% من زبائنه من النساء. وذكر أنه بفضل القروض يقوم المعترضون بأعمال تجارية صغيرة والزراعة وتربية الماشية، وقد أحدث معظمها فرقا في سبل عيشهم، مضيفا أن نقص هطول الأمطار في المنطقة العام الماضي أثر سلبا على دخل المعترضين. وذكر المعترضين بسداد ديونهم في الوقت المحدد، داعيا أعضاء المكتب لتوظيف القدرات التي اكتسبوها في توزيع القروض وذلك في جمع الديون المستحقة أيضا، لأن الديون البالغة 30 مليون نقفة التي تم التأخير في استردادها تخلق ضغطا على العمل. وقال مدير برنامج الادخار والقروض المصغرة مولى السيد تافل أسمرام إن الزبائن في إقليم القشبركة يأتون المستفيدين من البرامج. وحث المشاركون بدورهم على معالجة النقص في الموارد البشرية وحل مشكلة الطاقة في فرع هيكوتا وحل النقص في المرافق. ساهم موظفو الحكومة وأثرياء المديرية بتقديم 58,700 نقفة بالإضافة إلى 8 عربة كارو لأسر الشهداء. وأوضح مدير مديرية فورتساوا بالإنابة السيد أرجاي مبرهة أنه قد قدمت 35,500 نقفة من موظفي الحكومة و23,000 نقفة من تجار المديرية، وتقديم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عربات كارو ل8 أسر. استشهد في 7 من أغسطس عضو هيئة المناطق الحرة المناضل العقيد سبهة جيتوم جراء مرض فجائي عن عمر يناهز 74 عاما. التحق المناضل العقيد سبهة جيتوم بقوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في جهاز النقل والأسلحة الثقيلة والقوات البحرية، وبعد الاستقلال عمل في القوات البحرية وشركة الجمل للمواصلات العامة ووزارة الثروة البحرية، ومن عام 2003 وحتى استشهاده في هيئة المناطق الحرة بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل العقيد سبهة جيتوم دنش متزوج وأب لابن واحد، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في أسمر يوم 9 من أغسطس. وتعرب هيئة المناطق الحرة عن حزنها لاستشهاد المناضل العقيد سبهة جيتوم، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن جيش بوركينا فاسو أنه تمكن من القضاء على 103 إرهابيا، من بينهم قيادي في مجموعة محلية تتبع لتنظيم القاعدة. وصفت معطله بأنه ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي الذي ينشط في مناطق واسعة من البلد الواقع في غرب أفريقيا. وجاء في برقية نشرتها وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية نقلا عن مصادر أمنية وعسكرية أن دورية تابعة للجيش تعرضت لهجوم إرهابي نفذه مئات الإرهابيين بالقرب من قرية نبادي في منطقة ليغو والواقعة ضمن الوسط الشرقي لبوركينا فاسو. وأضافت المصادر نفسها أنه بفضل شجاعة الجنود تكبد العدو هزيمة ساحقة وفر هاربا، تاركا وراءه 103 جثث في ساحة المعركة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن من بين القتلى قياديا بارزا في مجموعة إرهابية محلية. وتشن هذه التنظيمات هجمات مستمرة ضد الجيش، ولكنها تخوض في الوقت ذاته صراعها الخاص على النفوذ، ويدفع السكان المحليون ثمن ذلك، وذلك وسط موجة نزوح واسعة من القرى نحو المدن.
اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السبرانية هي أول نص من نوعه تقره المنظمة رغم معارضة شديدة من ناشطين حذروا من أخطار قد تترتب عليها. وبعد مفاوضات استمرت 3 سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على المعاهدة التي أطلق عليها اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة للاعتماد رسميا. وأنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، وذلك رغم معارضة أمريكيا وأوروبيا لإنشائها. أدى محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بصفته مستشارا رئيسيا لها، وذلك بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. وأدى يونس اليمين في القصر الرئاسي بدكة أمام زعماء سياسيين وقادة المجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين، كما أدى اليمين أكثر من 12 عضوا من حكومته يحملون لقب مستشارين وليس وزراء، ومن بينهم كبار قادة مجموعة الطلاب ضد التمييز التي قادت احتجاجات استمرت أسابيع. تأتي عودة يونس بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار الشيخة حسينة، وكان يونس في المنفى بعد ما صدرت بحقه إدانة جنائية في بداية العام. في النشرة الأخير، أعلنت عدد من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط والتي منها إسبانيا وإيطاليا حالة التأهب واتخاذ إجراءات لاحتواء أسوأ موجة حر في صيف 2024. وفي إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى يجري اتخاذ إجراءات لاحتواء موجة الحر والتي تستقر في المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، ولكنها تسببت بالفعل في ارتفاع موازين الحرارة إلى موجة خانقة من الطقس. وبدأت 11 منطقة إسبانية حالة التأهب بالفعل تحسبا لموجة الحر الجديدة التي قد يتم فيها تسجيل جرادات الحرارة القياسية تصل في بعض المناطق إلى 43 درجة مئوية وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية. وأعلنت إسبانيا التأهب باللون البرتقالي وفقا للخبراء. قد تكون هذه الموجة هي الأكثر سخونة خلال العام، مع درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية وفي سردينيا وصقلية. ختام نشرة هذا المساء يكون تذكير بأهم وأبرز العناوين. مهرجان إريتريا لعام 2024 والذكرى ال50 لمهرجان بولونيا الوطني سيفتتح غدا. المجلس المركزي لجمعية معاقل الحرب يقيم وحشته. نمو جيد للمزارع في عداية. بوركينا فاسو تقضي على قيادي وأكثر من 100 مقاتل في القاعدة. الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السبرانية. ومحمد يونس يؤدي اليمين الدستورية لقيادة حكومة مؤقتة في بنغلاديش. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.